اللي صحيح مش شيكابالا قبل كده راح لجمهور نادي الزمالك وقعد يحتفل معاهم بدرع الدوري، وقبل كده كذا مره بحاجات كده ايه خدوها كده عابره من سنين كده، مش راح يحتفل معاهم وقعد يقول ابطال على مين يا. قال له ما تحطش عليه ليه؟ اشمعنى يعني كهربا؟ كهربا عامل لك ايه؟ اشمعنى انت ما وراكش شغلانه تداري بيها فشلك وسرقتك للنادي غير كهربا؟ عادي، كهربا ما بيزهقش ومش فارق معاه اي حاجه، بس كهربا زي ما اتحاد الكوره بيعاقبه المفروض يعاقب اللي زي شيكابالا ده. ايه يعني يتوقف 8 مباريات عشان شتم جمهور؟ ده يتوقف سنه. اي لاعب يروح يشتم جمهور الخصم يتوقف سنه، وكهربا لو شتم جمهور الخصم يستحق ان هو يتوقف سنه، علشان هو كده ما بيمثلش الرياضه، كده بيمثل امر شخصي وهو بيلعب لنادي كبير سواء نادي الزمالك او الاهلي او الاسماعيلي او اي نادي في العالم كله. طالما لاعب راح يسب النادي الخصم يستحق الايقاف سنه علشان بعد كده يمشي على الصراط المستقيم. شيكابالا بقى عملها كتير ورفع في وش جماهيره الجزمه وشتم الجماهير، ولغايه من كام يوم في ماتش الاهلي والزمالك الاخير برضه شتم واحد من الجمهور وكان عايز يطلع له المدرجات، والله كان عايز يطلع له المدرجات لولا الامن والناس مسكته، وكان متنرفز قوي ومتعصب قوي. زي ما انتوا بتحطوا على كهربا كده حطوا على الاسطوره بتاعتكم، اوسخ لاعب في التاريخ وازبل لاعب لسانه وسخ وزفر، ازبل لاعب في تاريخ الكره المصريه هو شيكابالا. الاسطوره بتاعتكم اسطوره قله الادب والزباله والسفاله، كانت كل قرف